السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. راجعه لكم النهارده بفيديو جديد. عندي حله هنا على النار اهي، حاطه فيها ميه وملح وكمون. هنعمل النهارده ان شاء الله مع بعض القرنبيط. انا بقى مستنياها تغلي، انا بس حبيت ايه اوريكم كل حاجه من اولها خالص خطوه بخطوه وبنعمله ازاي. وعندي هنا القرنبيط مقطعاه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ولما تغلي الميه هيحطه يتسلق. وتعالوا بقى نشوف الخلطه اللي هنعمله بيها شكلها ايه. عندي هنا 3 بيضات، لاني انا الكرنبايه اللي عندي مش كبيره قوي، فايه حاطه لها بس 3 بيضات بس مش اكتر. وعندنا دقيق، تعالوا نشوف كميه الدقيق قد ايه. برضو عندي دقيق هنا ربع كيلو دقيق زي ما انتوا شايفينه كده، انا نخلاه وحطيته في الطبق الكبير ده، بوله او كبيره يعني او طبق مفيش اي مشكله. وهنبتدي نشوف هنعمل العجينه او الخلطه ازاي. وعندي هنا بطاطس بحمرها هناكلها جنب القرنبيط، لاني انا هعمل القرنبيط مقلي، مش هعمله بصلصه او حاجه، هنعمله مقلي. بصوا يا حبايبي، هنا خلاص قلت لكم هنحط مكونات. عندنا البيض بس هنحطه في الاخر. هنحط هنا حبه ملح كده قد معلقه كمون اهي، معلقه شطه للي هو عايزه حار، كل ده معلقه صغيره لان احنا الكميه اللي عندنا برضو صغيره. وكل طبعا ما انتوا هتزيدوا في الكميه هتزودوا في المكونات بتاعتها. تعالوا بقى مع بعض نقلبهم كده كلهم بالمعلقه، وننزل بقى عليهم بحبه لبن صغيرين، وننزل بالبيض. انا نزلت هنا بالثلاث بيضات هم اللي انا قلت لكم عليهم، وشعرت يعني ربع معلقه فلفل اسود كده عشان ريحه الزفاره بتاعت اللبن والبيض. خلاص كده اهو قلبتهم. هبتدي انزلهم على الدقيق واخلطهم مع بعض، ونبتدي بقى نسلق القرنبيط واوريكم واحنا بنقليه. اهو يا حبايبي انا نزلت البيض على الدقيق، بس محتاجه كوبايه ميه دافيه تحرك معايا البيض والدقيق مع بعض. كده خلاص يا حبايبي العجينه خلصت اهي، الخلطه اللي احنا هنعملها. بس انا حطيت حزمه كزبره خضراء. نزلت القرنبيط اهو عشان يتسلق، الميه غليت نزلته عشان يتسلق، وبعدين نقليه مع بعض. بصوا يا حبايبي انا حطيت الزيت على النار اهو، بس لسه ما اتقدحش زي ما انتوا شايفين كده اهو. حطيت حته عجينه صغنونه كده من اللي احنا عاملينها، الخلطه اللي احنا عاملينها، عشان اشوف اتقدح ولا لا. لقيته لسه ما اتقدحش. اول ما حته العجينه دي تقبل فوق هنعرف ان هو اتقدح. انا طلعت بقى القرنبيط من السلقه اهو، دخلته على العجينه على طول وسايباه منقوع كده. وبعدين اول ما الزيت يتقلي هنروح ننزلها على طول فيه، بس اهم حاجه ان يكون الزيت سخن. بصوا يا حبايبي بعد ما طلعته من النار من الزيت، بصوا عامل ازاي. هخلص بقيه الكميه واقدمها معاكم. بصوا يا حبايبي انا كده خلصته خلاص زي ما انتوا شايفينه كده، بالطريقه دي طالع جميل وريحته جميله جدا جدا جدا. جربوا الطريقه دي مش هتندموا، وبالذات لما تحطوا حبه الكزبره الخضراء. معلش انا نسيت اقول لكم وانا بعمل الخلطه ان بنحط فص ثوم وبنحط حبه نشا صغيرين. معلش انا اسفه ان انا ما قلتهمش، بس بنحط فص ثوم، حته ثوم صغننه كده لو انتم مخزنينه، ومعلقه نشا صغيره، معلقه نشا صغيره عشان يطلع مقرمش معاكم بالشكل اللي انتم شايفينه ده. بصوا مش طريه ازاي، مقرمشه وجميله ازاي. يلا اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، واللي يعملها باذن الله يا ريت يكتب لي في التعليقات. واتمنى منكم لايك حلو كده وتعليق جميل منكم لتشجيعي، واشوفكم في فيديو كتير ان شاء الله على خير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.